مستمعي راديو هيفي اف ام، أسعد الله أوقاتكم. في منتدى هيفي الثقافي الياز اليوم نلتقي مع شاعر شاب ولكن من طينة الكبار، كلماته رقيقة وقصيدته تجلب الانتباه. نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا مفيدة وسعيدة، فأهلا وسهلا بالشاعر حكيم أحمد. أهلا وسهلا. بداية أستاذ حكيم، كيف تعرف لنا نفسك كإنسان؟ أنا كإنسان أظن أنني أشبه بقية الناس حولي في مجتمعي. من حيث المنبت أعتبر نفسي قرويا بامتياز، أحب الناس، أتألم كثيرا لآلام الآخرين، أحب الأطفال، وأحب الصدق في الحياة. وهذه مميزات الإنسان القروي بطبيعة الحال. نعم. ومتى وكيف انشغلت بكتابة الشعر؟ المشكلة في الشعر يعني لا نستطيع أن نحدد لحظة نقول هنا بدأ الإبداع الشعري، ولكن توجد محاولات، يوجد بوح، يوجد تعامل مع اللغة، مع الكتابة بداية. أظن أنها بدأت من مراحل الدراسة الثانوية. كنت أحاول أن أكتب سواء باللغة العربية أو الكردية بعض ما يجول في خاطري أو ما أشعره. استعملت في فترات كثيرة اللغة كالكتابة كدواء يخلصني من بعض الأفكار أو الآلام أو الحالات التي يحتاج الإنسان فيها إلى صديق يتحدث له. وماذا كتبت الآن؟ عندي مجموعة شعرية في عام 2008 صادرة عن دار الزمان بعنوان بارانا شبن ريجي، وعندي مجموعة قصائد أخرى بعدها. نعم. ولو طلبت منك أن تعرف لنا الشاعر بالعموم، من هو الشاعر؟ الشاعر هو الإنسان الذي يستطيع أن يعبر عن إنسانيته بصدق، يستطيع أن يكون الآخرين، يستطيع أن يحس بما حوله، أن يتحد مع المتلقي. نعم. وحينما تكتب القصيدة، هل هذه القصيدة تشبهك أم أنت الذي تشبه القصيدة؟ لا، أظن القصيدة تشبهني إلى حد كبير، أو تحمل بعض من ملامحي. القصيدة هي نتاج، والنتاج دائما يحمل بصمة صاحبه أو يحمل وجهه أو بعض ملامحه. وأيضا ألا تؤثر فيك؟ تؤثر في إلى حد كبير. يعني القصيدة التي أستطيع إذا اعتبرتها قصيدة أنا أشعر بالنشوة بقراءتها. وبالعموم، هل من الممكن أن نستدل على طبائع الشاعر من خلال نصه؟ فالمفردة الرقيقة التي ترد في نصه مثلا، هل من الممكن الاستدلال من خلالها على أن هذا الشاعر رقيق في تعاطيه مع محيطه، أم أن ذلك ليس قطعيا؟ يمكن إلى حد كبير، لأن مثل ما قلنا الآن النص يحمل صفات صاحبه. وحتى بعض يعني علماء النفس استخدموا الإبداع كمجال للتحليل النفسي أو لتحليل شخصية الكاتب. والمنهج النفسي في النقد أيضا معروف يستخدم النص من أجل معرفة صفات المبدع. وحتى يعني بعض الشعراء من حولنا، يعني الأصدقاء أو الذين من جيلنا، يمكن ظهور الكثير من صفاتهم في نصهم. هل من أمثلة على ذلك؟ أمثلة يعني الآن قلنا، يعني أنا قلت أنني يعني أعتبر نفسي قروي. قصيدتي كثيرا ما تحمل مفردات القرية، يعني أكثر من المدينة، أكثر من يعني دائما عناصر الصورة أو الألفاظ التي توحي بالمشاعر والأفكار تكون من بيئة الإنسان. يعني إذا أخذنا مثلا الآن شاعر من مدينة ديريك مثلا،
نجد الطبيعة الطاغية يعني أكثر مما نجد عند شاعر من مدينة عمودة. نعم. دائما الشعر يعني تكوينه هو الاجتماعي والطبيعي والنفسي حوله يتأثر به ويكون مؤثرا في قصيدته. نعم. وحسب ما قرأت لك وهو في الواقع قليل، أحس بأن شعرك متعوب عليه وأنت تعطيه اهتماما خاصا. والسؤال الذي أحب أن أطرحه هنا هو: هل تحتاج القصيدة للدلال حتى تخرج ناضجة وجميلة، أم إنها تولد هكذا كطفلة، إما تكون جميلة وإما تكون غير ذلك؟ أظن أن الشاعر هو نفسه يحتاج إلى الدلال، يحتاج أن يدلل نفسه كإنسان، أن يهتم بنفسه كإنسان وكشعور كمشاعر حتى تخرج القصيدة سليمة. أما القصيدة هي القصيدة الجميلة تلد جميلة، يمكن التعب عليها أو الاهتمام بها كطفلة نمشط شعرها أو نلبسها لباسا جميلا، ولكن إن غيرناها كثيرا سنحولها إلى تمثال، ستذهب الحالة الشعرية التي ولدت بها القصيدة أو التي شعر بها الشاعر عندما كتب هذه القصيدة، ستتغير إلى شكل آخر. وأظن أنه يعني التكلف أو الصنعة يؤدي أن المتلقي لا يتفاعل كثيرا مع هذه القصيدة. نعم. يعني لا تنجح بقدر ما إذا تركناها كما هي، ولكن فقط بعض الصياغة أحيانا باللغة أو بالجماليات يمكن أن نهتم فيها. إذن أنت لا تحب الحشو في بناء الصورة الشعرية، حشو المفردات وإدخال المفردات بعضها في بعض، إنما أنت تحب الصورة الواضحة والصريحة والسلسة. لا، هنا إذا قلنا صريحة وسلسة وواضحة يعني نحن نتحدث ربما عن نص يعني يبتعد عن الإبداع هكذا. يعني توجد نصوص يوجد فيها بوح، يعني حالة صدق مشاعر، ولكن من حيث القيمة الإبداعية لا نجد في النص شيء. يعني ليس لهذه الدرجة، ليس لدرجة أنه النص يفقد جمالياته، يعني صورته وموسيقاه ولغته الرصينة أو الفصيحة، ولكن يجب، أنا أقصد الجانب الشعوري، يعني عدم خنق الحالة بمجرد الاهتمام بالقصيدة أو تغيير الصياغة أو تقديم جملة على جملة لدرجة كبيرة. نعم. ولكن هناك بعض الشعراء يستعملون الصورة البسيطة الذي يأخذونها من واقعهم ومن بيئتهم كما أسلفت، ومع ذلك تخرج هذه القصيدة إبداعية ويتلقاها المتلقي بصورة مبدعة. نعم، يوجد ما يسمى الأنماط الأولية. الأنماط الأولية يعني موجودة في أي لغة، وهي تقريبا مشتركة، بعض هذه الأنماط مشتركة بين لغات العالم. الأنماط الأولية هي عبارات مجازية وشعرية موجودة في اللغة، موجودة في المجتمع. فإذا استخدمها مثل الأمثال الكردية، إذا استخدمتها في الصورة يستوعبها المتلقي القارئ بسهولة من دون أن تتعب ذهنه، وأيضا تحصل على الجمالية. هذا لا ينقص الإبداع طبعا، لا ينقص الإبداع. يعني يجب ابتكار الصور، أن توجد صور مبتكرة في القصيدة، ولكن أن نثقل كاهل القصيدة بالصور فقط، ذلك يعني أن النص الشعري يحتاج إلى أمور أخرى، يحتاج إلى بلاغة. يعني الهدف منه أن يكون إبلاغ الطرف الآخر بما تريد أن تقوله أو الشعور الذي تريد إيصاله. يحتاج إلى موسيقى، يحتاج إلى لغة واضحة مفهومة. إذا استخدمنا صورة بعد صورة بعد صورة بعد صورة، أظن أن الحالة تكون معقدة ويصعب على المتلقي التماشي معها. ومن الجانب الآخر إدخال الصور المكانية. أنت ابن الريف، كيف يمكنك إدخال صور من المدينة إلى هذا الحس الشعوري لدى ابن الريف؟
طبعا بالحالة الإبداعية أو باللحظة التي يكتب فيها الشاعر القصيدة لا يفكر بكل هذه الأمور يعني، ولكن مثل ما قلت المهم هو الشاعر الذي هو يتأثر. إذا الشاعر تأثر بالمدينة ستظهر المدينة في قصيدته. القصيدة تفضح الشاعر، تفضح كل ما في داخله، كل ما يمكن أن يخفيه، ولكن بصورة رمزية وبصورة يمكن أن نقول جميلة إلى حد ما. إذن كيف يمكن للشاعر أن يسقف القصيدة، أن يضع سقفا وحدودا لقصيدته؟ ما أود قوله: هل أنت تحب القصيدة المؤطرة أم القصيدة الحرة في معانيها وفي صورها وفي إبداعها الداخلي، موسيقاها وطولها وهكذا؟ لا، أنا أحب القصيدة كما هي تحب، بلا قيود. نعم. إذا أنت بهذه الفكرة خاضع للقصيدة، القصيدة تسيطر عليك. نعم. نعم. أستاذ حكيم، ماذا لو نستريح قليلا مع قصيدة تختارها لنا من ديوانك؟ نعم، أمامي قصيدة بعنوان كيف راتا هالبسداني. ابو چند جار جترا دبیجم اگر جابن تا مقرسی بعوران بکن خو شر بهبرا نابم بالگی دخم بن سر خوا دخم بن بالگی دا شیار دمیم ولخوا لبینان گفتار دکم هل بستك مي بكتكانيا خورين خوا من مستكا ودبن متيلي دا لاشي مني قتياي بشوجن نبيتي ددروية مرنا خوي برا إيشايا مرنا خوي برا إيشايا دسر ويبا كل برست بجهن رازقوني بهنا ميبونا هالبستي دفورا از جدلی خوا درادم هندور سر خوا مینا کسین گزارین او کینی لیلاورن بجوک و بلنگکی لسر بندا فچم دکن هزار جاری جدرا گود دریجبونا دمی گرانا و پشتا من جگرانی کدی جبا دراني خوا دستقينم تا هميدك هبن سيو شش زمان دجيه واندا شينتين خديو تا زمان لالان جبو چيچه کرنا و اب هلبست اگر ني بجي خاندن ويشف دداوا واندا ميز بك نمزج هذه القصيدة الراقية ذات الصورة الجميلة والممتعة. وأسألك، كثيرا ما نكون في مكان غير مناسب للإشهار بالكتابة، فتأتي فكرة تراود البال، ولكن حينما تحاول تقييدها على الورقة أو كتابتها لاحقا تحس بأنها هربت منك ولم تعد تتذكر تلك الومضة. ما هو شعورك في هذه اللحظة؟ هل تفكر بها كثيرا أم تبحث عن بديل لها؟ أظن أنني لا أفكر بها، لأنني أؤمن أن الفكرة الجيدة أو الصالحة لا يمكن أن تضيع، يمكن أن تظهر في قصيدة أخرى من دون يعني تفكير إرادي أو تقييد، يعني لسنا في رحلة صيد. نعم. أظن أن الشاعر الذي يمكن أن يكون مبدعا لا يهم إذا كانت فكرة أو قصيدة بقيت بشكل يعني غير تام رمى الورقة، أو أنه كان مثل ما قلت في جو غير مناسب ولم يكتب الفكرة التي خطرت له.
نعم. وبسؤال ذات صلة، حينما تقترب القصيدة من خيالك هل الحصول عليها سهل؟ وما الطقوس التي تمارسها من بداية الفكرة إلى أن تضع قلمك جانبا؟ أحتاج إلى أمر واحد فقط، هو الوحدة فقط. إذا استطعت أن أبقى وحيدا يمكن أن أكتب. وكيف تكون وحيدا ومعك القصيدة؟ لا، مع القصيدة. نعم. هل تعود دائما من رحلة البحث عن نص شعري بقصيدة كما أسلفت كالصيد، أم أنك تفشل أحيانا لصعوبة المهمة؟ أولا أنا لا أبحث عن القصيدة، هي تبحث عنك؟ لا أرغم نفسي على كتابة القصيدة، ولا يهمني الإنتاج الغزير يعني. نعم. بقدر ما تهمني القراءة، إذا بحثت عن القصيدة سوف أقرأ، ولكن ليس دائما إذا بدأت الكتابة مثل ما قلت أنتهي بقصيدة، ليس دائما، لا. نعم، تفشل أحيانا. نعم. في البحث عنها. نعم. وأحيانا وفي إيجادها. أحيانا يكون النص أعتبره يعني غير كامل، لذلك يمكن أن أمزق الورقة وانتهى الموضوع يعني. وإذا كانت فيها بعض الجوانب أو الأفكار الصالحة أظن أنها سوف تخرج في قصيدة أخرى. نعم. مفردة القصيدة هذه يمكنك أن تكررها في كل نص شعري دون أن يمل المتلقي منها، وكذلك مفردة هلبست بالكردية لها موسيقاها ليس لمفردة أخرى سواها. وهنا متى يمكن القصيدة أن تداهمك وتستولي على مشاعرك بشكل كامل؟ إذا كنت لا أعلم، أظن أن أحتاج إلى القراءة كثيرا والوحدة. الفترات التي يعني سنوات حياتي التي قضيتها وكنت أستطيع أن أقضي باليوم ساعتين أو 3 أو 4 أقرأ أو أبقى وحيدا، كنت أكتب القصيدة بشكل أكبر. نعم. ألا تستحوذ القصيدة على مشاعرك هكذا حينما تكون معها، إنما وهي قد تكون غريبة عليك أم قريبة منك، تعاطيك مع القصيدة، التصاقك بها؟ أظن أن القصيدة تأتي في أغلب الأحيان إجابة لمرحلة أو لمجموعة أسئلة لم يتم الإجابة عنها، لم يستطع الشاعر أو مجتمعه أو الأحداث من حوله الإجابة عنها، بعد أن يعني يخوض عدة تجارب بأقصد الأحداث والأفكار والحوادث اليومية التي تمر مع الشاعر. تأتي القصيدة كنتيجة لها بشكل مباشر أو غير مباشر. نعم. وفي هذه الفسحة هل يمكننا أن نستمع إلى قصيدة منك كنت قد هززت برأسك تجاهها إرضاء لها؟ وما ظروف كتابتها؟ أتذكر قصيدة بعنوان الستم أعجبتني وإلى الآن تعجبني. يعني في معظم السنوات نحن نشعر بالظلم، يعني كنا نشعر بالظلم، والظلم يبقى يعني، وكان يبدو أنه ليس له نهاية، خاصة قبل الأحداث. الآن ربما الآن من بعض النواحي أسوأ، ولكن أحيانا يوجد الأمل موجود أحيانا. ستم أبشر شیارما لبندا جروس ککی لهر کورد بو تارید بو کورد بو تارید بو هلبستك كور دستي خوا دپلاندن لولاتكي بقاس سيمجاتا لخاچريكين طاريه او جهاندن زندانا ممو شف خلماش دبو دخوخي بهاتنا بربانجكا طاريتر شبه طاريا خوا جخوكر ودناف لفينا اهرمان دا زاروكا كويتشي بو ناف ليكر ستم. نعم. وقد قيل نحن محكومون بالأمل. أستاذ حكيم، متى تصبح قصيدة ما اسما ثانيا لكاتبها ويعرف الشاعر من خلالها، مثل قصيدة كيما أز أو كينا أم لجكرخوين مثلا؟ القصيدة ستكون ناجحة إبداعيا إذا كان الشاعر صادقا مع نفسه، ولكن أن تصبح اسما ثانيا له هذا يأتي من الجمهور وليس حتى من النقاد، يعني يأتي من الجمهور.
هنا يجب على الشاعر أن يتحد مع المتلقي، أن يكون صادقا مع المتلقي، مع جمهوره، مع مجتمعه، أن يشعر كل قارئ أن هذه القصيدة تتحدث بلسانه، تتحدث عن ألمه، يشعر بأنها له، يستطيع أن يشارك الشاعر في تكوين النص أو في إبداع النص عبر قراءته، أن يتحد معه بالحالة الشعرية. قصيدة كيما أز كانت يعني تحمل الهم الجماعي للأكراد في مرحلة. أظن أن الآن لا يمكن لقصيدة بنفس الأسلوب الذي كتبه جقرخين كيما أز أن تلقى هذا الرواج، بس كانت مناسبة للمرحلة، يعني لتفكير الإنسان الكردي في ذلك العصر. نعم. وبالعموم هل أنت راض عن نصك الشعري؟ أنا راض إلى حد كبير. أشعر أن يعني القصيدة خاصة يعني القصيدة هي مشروع، أظن أنها مشروع، يعني لا يمكن أن تكتمل 100%، أو يعني تبقى على درجات، ولكن أنا راض عن نصي لحد كبير، أعتبره نص شعري، أستطيع أن أسميه شعر. وهذا الرضا قد يؤثر عليك بالأخير، يجعلك لا تبحث عن إبداع آخر. لا أبحث عنه، أنا أبحث عن يعني تقصد الإبداع في مجال الشعر، يعني القصيدة. نعم. لا، أنا أبحث عن القصيدة. أنا قلت لك أنا أعتبر قصيدتي قد نجحت بدرجة عالية، ولكن توجد درجات أعلى. نعم، تمام. وماذا تحب أن توصله من خلاله؟ مثل ما قلت، يعني القصيدة عندي هي نتاج لمشاعري ولحديثي مع نفسي بداية، ولكن ما أريد إيصاله للآخرين هو نفس الشيء الذي أريد إيصاله لنفسي عبر القصيدة، هو ما يدور حولنا، يعني الأسئلة مثل ما قلت، الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عنها صراحة في اللغة العادية. نعم. وتقول في نص قصير لك: ولاتو هو في تيروكي بيجا نرخت بونا هيلان وليستوب ونجي دايكا بقلوش شنجي وبنجي جزكي جر درخستن. وهنا أسألك: هل مهمة الشاعر الوصف وربما وصولا به إلى تلوين اليأس، أم أن مهمته التحريض ضد المظالم كجزء من دوره ووظيفته؟ الشاعر ليس سياسيا، وليس الشعر ليس شعارات، يعني لا أحب المباشرة في القصيدة، ولكن إن تحدثت، إن وصفت، استطعت أن تصف بدقة الظلم الموجود، أن تستطيع بدقة الألم الموجود، فأنت تحرض ضده. مجرد أن حتى اليأس إذا استطعت أن هو موجود في الواقع، الظلم ليس الشاعر يخترعه يعني، ولكن إذا استطاع الشاعر أن يجعل الذي لا يشعر بهذا الظلم يشعر، أو يوضح له درجة اليأس الحقيقي الموجود، وليس الذي يعني ليس مشكلة شخصية عند الشاعر هو هذا اليأس. أظن إذا استطاع أن يشعر الآخرين بذلك، بالحقائق الموجودة ما يوجد، إذا استطاع أن، طبعا يجب أن ينقل بصدق حتى يستطيع ذلك، يكون قد حرض ضد الظلم أو ضد المشكلة أو ضد المرض الاجتماعي الموجود. نعم. وهل من الممكن أن يخرج الشاعر الابتسامة والأمل من رحم المأساة؟ يمكن بالنسبة للمتلقي، يعني ليس بدرجة واقعية 100%. الإنسان المتألم أو المفجوع حب الواقع لا يمكن للقصادة أن يعني تخفف عنه. الألم الشخصي أظن أنه ألم حاد، يعني ليس كالألم الجمعي. يعني نحن عندما مثلا نتحدث عن شنغال مثلا، أظن أننا تألمنا كلنا، لكن الأشخاص الذين نزلت المصيبة عليهم
يعني أظن أن الألم يكون فاقعا ويكون حادا لدرجة كبيرة لا يمكن للنص الشعري أن يعالج المشكلة. ولكن يقال أن الشاعر يزيد المأساة مأساة حينما يضيف للصور الواقعية للمأساة صورا خياليا من عنده. أظن أنه يفضح المأساة، أنه بالعكس أنه يشعر الآخرين بحقيقة المأساة وأنها كبيرة منذ البداية، ولكن الناس يمكن ليس الناس، يعني أقصد المجتمع أحيانا بشكل كامل يغض النظر عن بعض الأمور. وأنت كشاعر عما تكتب هذه الأيام؟ أنا لا أكتب هذه الأيام. ما زلت هذا زمن الكتابة وزمن الشعراء. أظن أن الموضوع ليس متعلق بقرار يعني، لكن إن كتبت يعني كل ما يجري في الواقع يظهر في القصيدة بإرادة الشاعر أو من دون إرادته. أظن أن الشاعر حتى لو حاول أن يتحدث عن نفسه، عن مشكلة شخصية معه، عن حبه، سوف يظهر الواقع كاملا في القصيدة في هذه المرحلة، لأن الأحداث التي تجري حولنا هي مؤثرة بشكل مباشر على كل تفاصيل الحياة، لا بد أن تظهر في القصيدة. نعم. وبالعموم كيف تقيم الحالة الثقافية عندنا الآن؟ الحالة الثقافية أظن أن يعني توجد نهضة أو بزوغ مؤسسات ثقافية كثيرة يمكن أن تؤسس لمرحلة ثقافية جيدة. طبعا في بعض الحالات يظهر أشخاص أو مؤسسات تنقصها الخبرة أو لا تستطيع أن تقوم بمهامها بدرجة كاملة بسبب بعض المشكلات هنا وهناك، موضوعية كانت أو ذاتية. ولكن هذا الاهتمام بالثقافة وباللغة وبالأدب أظن أنه سوف يؤسس لمرحلة جيدة. وهل من أسماء تخطر على بالك تشعر بأنه يمكن لا أن تكون ذات شأن في الخارطة الشعرية الكردية؟ توجد الكثير من الأسماء. الأسماء ظهرت بشكل كبير في هذه السنوات الأخيرة، وهذا دليل على أننا خسرنا الكثير من الأسماء التي لم تظهر قبلا. كان يمكن في كل مرحلة أن تولد كل هذه الأسماء. عندنا الآن العديد من الأسماء والكثير منها جيد ويحاول أن يكون أفضل، وبالتأكيد سيكون لبعض منها مستقبل باهر سواء في مجال يعني الكتابة الشعرية أو في غيرها حتى. وفي ختام هذا الحوار لو همسة منك في آذان الشعراء الشباب ماذا يمكنك أن تقول فيها؟ أظن أن الشعراء الشباب يجب أن يهتموا بالقراءة أولا، وأن لا يستعجلوا النتائج الإبداعية لا تأتي بشكل مباشر، وأن يكون الشاعر خاصة صادقا مع ذاته، مع نفسه ومع مجتمعه قبل كل شيء. وفي الختام لو نستمع إلى قصيدة منك. باكروان كان خوا بينوسا خوا جابين خوا دينا سرما سيا من وفان ستيران بمري خوينا تيا إيرو روني شير ددا أف دما خونيا گناهن تا خب ددشون وروي تا مينا روجي هري پاكو چلنگا نصابون دبا نرنگين دبا تزانيبو ازي بريا تبكم بريا باسكن تبكم كهر سبا هيفيان بنابي دبا دالقين دلالو وايتو ناميكي نمينا سروش ججور و لمينا لاویج بجور دا جاوین وکری سوزا مبون جاوین خوا وکری بهلا از ولو خنابنا. كما قلت في المقدمة رقة كبيرة في القصيدة.
الشاعر حكيم أحمد، شكرا لاستضافتك لنا. شكرا لكم، أهلا وسهلا. مستمعي راديو هيفي اف ام الأكارم، كنتم في منتدى هيفي الثقافي، وكان معنا لهذا اليوم الشاعر حكيم أحمد ضيفا، وأنا فرحان كلش محاورا، ودمتم في أمان الله وإلى اللقاء.